مهندس صلاح امين، مدير عام منطقه فايد لشركه المياه، شركه القابضه للمياه والصرف الصحي. اهلا بيك معانا. سياده اللواء اشرف فؤاد كان نوه ان في طفره بتحصل في فايد بخصوص الصرف الصحي، فكنا عايزين نستوضح من حضرتك ايه الطفره اللي بتحصل وايه الانجازات وايه الخطه اللي جايه. والله ساعة ما الشركة استلمت محطة فايد الكبرى كانت المحطة كفاءتها 25%. ليه بقى؟ كان بنديرها الأول مجلس المدن، وكان عدم اهتمام، بالإضافة للفترة بقى بتاعت الثورة وقبل الثورة، فكانت الكفاءة بتاعت المحطة نزلت خالص. بس انا سمعت ان كان في مقاولين بيديروها، بس كان مش بنفس هم المقاولين دول السبب في ان المحطة توصل ل 25% من الكفاءة بتاعتها. سببه اهمال وعدم صيانه. اهمال وعدم صيانه. المهم لما الشركه راحت المحطه الكبرى راحت للشركه، الشركه ابتدت بمجهود الشركه، وكان المهندس علي حسين وجيل لواء محمود مشكورين ادونا دعم لازم لمنطقه فايد، فابتدينا نرفع كفاءه المحطه من 25% وصلت النهارده لغايه فوق 70%. هو كم محطه في فايد؟ بالنسبه لفايد فيها محطه فايد الكبرى ودي 1400 لتر ثانيه، في ابو سلطان الشركه عملت محطتين هناك انشاء جديد، وكان في محطتين انشاء قديم عملت لهم رفع كفاءه، وعملنا محطتين تاني ب6 مليون جنيه في ابو سلطان، ورفعنا كفاءة المحطات القديمة وبتكلفة نص مليون جنيه او 600,000 جنيه، بالاضافة لمحطة ابو سلطان الساحل، بالاضافة دلوقتي بنعمل رفع كفاءة لمحطة سرابيوم المرشحة، وفي محطتين تاني في سرابيوم، محطة عدلو ومحطة حسن هاشم، ودول بنعمل لهم يتعمل لهم شركة فعلا عملت لهم رفع كفاءة. فالحمد لله بالاضافة لمحطة فنار العمدة، فالحمد لله فايد النهارده الى حد ما مفيش مشاكل في المياه في فايد الحمد لله. ولا في فنارة كان في مشاكل؟ في فنارة مشاكلها مش في المية، مشاكلها في شبكة صرف صحي. صرف صحي بالظبط. وحضرتك كل ده كنت بتتكلم على مية الشرب. مية الشرب. وبالنسبة لمحطات الصرف الصحي كم محطة؟ محطة الصرف الصحي احنا عندنا في حدود 13 15 محطة رفع صرف صحي. في دول برضه كان تشغيلهم عن طريق مقاولين برضه؟ شركات والمقاولين العرب، والحمد لله احنا استلمنا جزء كبير منهم وابتدينا نرفع كفاءتهم برضه، لان كان شغالها مقاولين، وكانوا مقاول مش ملتزم بتوقيتات الصيانه ولا ملتزم بان ما بيصرفش على المحطات، وكان في بالظبط. الحمد لله دلوقتي احنا رفعنا كفاءة محطات الرفع. مشكلة فنارة ان المياه الجوفية بتاعتها ارتفعت، لان المنطقة بتاعت الفنارة المجاورة دي المنطقة اللي تعتبر اوطى منطقة في فنارة، فبتتجمع فيها المخزون المياه الجوفي فيها بيرتفع، ففي مشاكل. فمشكلة فنارة دي مش هتنتهي الا لما بتشق صرف صحي، شبكه صرف صحي في فنارة، وهم شغالين فيها يعني شركه مقاولين العرب، ودي هتبقى محتاجه محطه رفع برضه. فعلا شغالين في محطه الرفع وشغالين في الشبكه بتاعت الصرف الصحي، وده مش تبعنا احنا، ده تبع الهيئه القوميه لمياه الشرب، لان دي مشاريع تنفيذ. هم بيعملوا وانتوا تستلموا تشغلوا. بنشغل، احنا شركه مشغله مش شركه تنفيذ. ففنارة مشاكلها مش هتخلص الا لما تتربط بشبكه صرف صحي عشان يحصل عمليه تجفيف ونسح للمياه الجوفيه، وان المياه الجوفيه كمان منسوبها يقل، لان المياه الجوفيه فعلا في فنارة رهيبه وبيجي لها وقت بتبقى مد وجزر، بتشتغل مع مد وجزر بتاع البحر، فبيجي فيها وقت بتبقى في الشتاء بتبقى مرتفعه، في الصيف بتنزل، بتيجي في الشتاء برضه بترتفع، في الصيف بتنزل. مش هيخلص مشكله فنارة الا لما الصرف الصحي يخلص. والسياده المحافظ كان هنا في لقاء مع شركه مقاولين العرب ومع الهيئه القوميه، وادوا له ميعاد على انه هيخلصوا على اول السنه الجديده 2017 2017 فنارة هيبقى فيها رافع فنارة، والشبكه الداخليه بتاعت فنارة تكون خلصت ان شاء الله. طيب هو هنا على طريق كنال في صرف صحي
في تمام. الشارع في الطريق. تمام. البلاجات مربوطه عليه، تمام. مفيش بلاجات بترمي على البحر خالص. لا خالص. ممنوع. لا في ممنوع. رقابه. في رقابه مننا، وفي رقابه من الوحده المحليه، وفي رقابه من البيئه ومن الثروه السمكيه. في كذا جهه بتراقب الموضوع الصرف على البحر. بالناحيه الثانيه على طول مقابل البلاجات في اهالي. تمام. دول مش مربوطين على الصرف ده ليه؟ لا مربوطين. كل هقول لحضرتك على حاجه. كل ما انا واحد بشوف في مصرف. لا في جزء بيتربط على اللي مفيش قدامه مصرف، بيرتبط على اللي هنا في المصرف، بيروح الناحيه الثانيه. في شبكه الناحيه الثانيه، في شبكه من الناحيه الثانيه للمناطق يعني اللي موجود فيها. والناحيه الثانيه على الترعه، في انا شفت بيوت الصرف بتاعها نازل على الترعه. دي المناطق اللي ما دخلتش فيها صرف صحي. اصل مش كل فايد فيها صرف صحي على فكره. يعني دول محطوطين في الخطه؟ محطوطين في الخطه. دول امتى هيوصلوا؟ دي توابع. اهم حاجه بيبتدي الاول بفناره، بعد كده بيمسك توابع فناره. يعني الحمد لله ابو سلطان خلصت صرف صحي، سرابيوم خلص صرف صحي. دلوقتي شغالين في توابع ابو سلطان، وشغالين في توابع سرابيوم. يعني دلوقتي حاليا توابع، مش القرى الام اللي بنفس الحدوته. ان شاء الله هنخلص الام وفناره، هنبتدي نشتغل في التوابع. تمام. الموضوع مش موضوع فلوس. الجمهور هيحس بالكلام ده امتى؟ هيحس بفرق امتى؟ ما هو اقول لحضرتك على حاجه، مشاكل الصرف الصحي دي والمناطق المحرومه بتتحل، بس هو المشكله توقيتات. دي خطه دوله، فلوس. موضوع الصرف الصحي بالذات دي مشاريع قوميه حسب يعني الميزانيه. حسب الميزانيه مشروع قومي. بس الصرف الصحي ده بس في خطه، في خطه يعني، في خطه خمسيه خمسينيه. بالظبط. لا في خطه. خطه ايه؟ الخطه هو على مدار كام سنه المفروض؟ مصر على 2022 كل مصر هتبقى متصله صرف صحي. 2022 احنا ممكن تكون 2018 نكون خلصنا من كل ده. يعني 17 18 نكون خلصنا باذن الله. ويكون في فرق كبير طبعا. هيكون في فرق كتير، الناس هتحسه. الناس هتحسه ان شاء الله اللي شغالين. وفاد من على فكره مركز، فاد من المراكز المرفهه في الصرف الصحي والميه. يعني حضرتك رحت اي مركز تاني مش هتلاقي الكلام ده فيه. فايد مرفهه حتى عن اي حته تانيه، يعني عن مراكز التل والتصوير. يعني فايد مهتم بيها شويه، مهتم بيها حتى من ايام عشان خاطر البحر، وعشان خاطر السياحه، وعشان خاطر كان موجود قبل كده الساده الوزراء، فكانت فايد وكان الوزراء موجودين على اللسان. ففايد كانت محل اهتمام. ففايد من المدن المرفهه. فايد من اول فين لغايه فين؟ فايد فين اللي هو نطاق فايد. نطاق فايد من كوبري ابو سميحه، من كوبري ابو سميحه اللي هو بعد وانت جاي من اسماعيليه بتعدي ابو عطوه، بعد ابو عطوه ابو كوبري ابو سميحه لغايه حدود السويس. يعني احنا بنودي ميه لكبريت، واحنا بنغذي ميه المطار كبريت. احنا اخرنا كسفريت المفروض بس احنا بندي لغايه كبريت. تمام. بندي كبريت. وفي بقى الميه هتغلى فعلا؟ لا دي سياسه الشركه، انا ما اعرفش والله. ولا سياسه الدوله؟ لا سياسه الشركه. لان الشركه هي اللي بتحط سعر التكلفه وبتشوف كده. ولكن الميه لغايه دلوقتي مدعمه على فكره. يعني احنا اللي بنجيبه في يعني انا بتكلم على مركز فايد، الفلوس اللي بنجيبها ما بتقضيش مرتبات الموظفين. يعني الفلوس اللي بنجمعها من مركز فايد في الشهر المرتبات اللي بتيجي للموظفين ما بتقضيهمش. امال كان الاول المقاولين بتاخد مبالغ مهوله. ما كانت الهيئه القوميه اللي بتديهم الفلوس دي مش من التحصيل. لا تحصيل ايه؟ احنا لما كنا مجلس المدينه كان بيحصل كان بيلم 10000 جنيه في الشهر. احنا النهارده بنلم 600000 جنيه في الشهر ومش مقضيه. احنا بص يا فندم، يعني هم كانوا عاملين عبء على الدوله، على ميزانيه الدوله. ولغايه دلوقتي شركات الميه عبء على الدوله فكره. لغايه دلوقتي الدوله هي اللي بتصرف على شركات الميه، من ضمن الحاجات اللي بتدعمها الميه في الدوله. طب النهارده معلش انت بتعمل صيانه، وبتعمل احلال وتجديد، وبتدي مرتبات، وبتدي خامات كلور وشبه، واخد حضرتك، وكهرباء. ده احنا فايد مركز فايد ما بيقضناش 1,000,000 جنيه كهرباء في الشهر. بالنسبه للكهرباء بقى،
انت حضرتك على المحطات دي شغاله بالكهرباء. اي طب لو حصل انقطاع في الكهرباء حضرتك بيبقى في بديل جنريتور شغال في كل المحطات، في مولدات؟ في كل المحطات. ومفيش مشاكل في الموضوع لا 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 لا. والجماعه بتوع الكهرباء على فكره متعاونين معانا جدا، لما بنتصل بيهم او نتصل مع رئيس المدينه من الراجل مشكورا اللي هو اشرف بيتحرك معانا وبيحل لنا مشكله. بالاضافه انك بنتصل بالقطاع المهندس محمد عبد السلام او اللي هو محمود ما بيسكتوش يعني. طيب. الناس متعاونين يعني. بالنسبه لمشروع الغاز اللي هيخش ده هيبقى فيه تنسيق بينه وبين الصرف الصحي علشان الامداد والشبكات والكلام ده؟ اكيد بيبقى مع الهيئه ولا مع الشركه؟ هو الشركه بتاعت هو انت عارف حضرتك اللي منوط بعمل التنسيق دي الوحده المحليه، ولا هو اشرف من الناس اللي يعني الناشطين وما بيتاخرش يعني. وانتوا طرف فيها طبعا. بينسق معانا على السهله في مجلس تنفيذي واحد. تمام. اللي بالنسبه للمركز وبنشوف المشاكل ايه وبنحاول بنحلها على قد ما نقدر يعني. تمام. اي خدمه بنعملها يعني. شكرا يا فندم. عفوا يا فندم.